السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير وصباح الفل وصباح الياسمين وصباح كل حاجة حلوة. أحلى صباح في الدنيا إن شاء الله على أحلى متابعين. يا رب كده تكونوا بخير وفي أحسن حال. احنا النهارده في بداية يوم جديد الصبح كده، ومفيش احلى من ان انت تبتدي يومك انك انت لو عندك حتى ولو زرعة واحدة، قصيص واحد بس فيه ان شاء الله نعناع، انك تسقيه كده وتدخلي وتخرجي الصبح كده تشوفيه اخضر ومزهزه وخضاره حلو كده. حاجة كده بتدي تفاؤل وبتدي طاقة ايجابية. اللي انتوا شايفينهم دولت زرعتين مانجا. انا كان في موسم المانجا، كنت جبت شوية نوى كده، كانوا 6 جبتهم وعملتهم، فحطيتهم عندي في حتة قماشة مبلولة، وحطيت القماشة بالنوى في علبة من علب التلاجة الصغيرين دولت اسبوع، وبعد كده خرجتهم غسلتهم كده تحت الحنفية وحطيتهم تاني اسبوع كمان، وبعدين جبتهم في حبة الشرب دولت. حتى اللي انتوا شايفينهم دولت اكياس مكرونة ايا او اكياس شعرية كانوا عندي، لاني ما بقتش عارفة احطهم في ايه، او انا بعمل تجربة يا نجحت يا فشلت، فقلت اما اجرب كده. فرحت جايبه كيسين المكرونه دولت، ورحت حاطه فيهم شرب، جبت فيهم حبه شرب من جنب البيت، ورحت حاطه فيهم النوى، وبدات ان انا اسقي الست زراعات اللي انا عملتهم، الست نوايات. فالمهم 4 ما طلعوش، والاتنين دول طلعوا الحمد لله. التانيين اللي طلع عليهم عفن اسود كده وما طلعوش، بقيت اسقيهم وحسيت انهم عفنوا اصلا. لكن الاتنين دولت لا، لقيتهم بداوا يخضروا وبدات النوايا تطلع لفوق كده، وبدا يعني يجي لها يبقى لها ورق زي ما انتوا شايفين كده. فانا معتزيه بهم قوي، وبقعد اسقيهم كده، وحاسه ان هم زي الطفل الصغير اللي انا مربياه وبيكبر كده. فالله اعلم بقى هتوصل لفين وهتكمل ولا هيحصل لها ايه، انا بهتم بيها وكله على الله. فدلوقتي بقى ندخل بقى جوه البيت، نعمل الروتين اليومي بتاعنا اللي اي ست بيت بتعمله. انا مش عامله روتين عميق ولا حاجه، دي حاجه بنعملها كل يوم. ان انت بتدخلي مثلا اوضه الصالون بتاعتك، في الانتري، في اي مكان اللي هو غرفه الضيوف يعني، بتدخليها وتبداي بقى انك انت تلمعيها كده، تمشي ايدك فيها، تنفضي الكراسي على الماشي، تظبطي الفازه، تظبطي السجاده، الحاجات اللي هي ايه اللي هي بتتعمل، اللي هي السريعه دي، مش ان انت بقى بتشيلي كل حاجه وتنضفي وكده، لا. فزي ما انتم شايفين انا خلاص كده هنفض الكراسي بالفوطه، هظبط المفرش بتاع الترابيزه، هكنس السجاده طبعا بالمكنسه، همشي المكنسه كده على الكراسي. ده روتين بنعمله يوميا. بالذات يعني ممكن في يوم نفوت، لكن احنا لازم نعمل كده يوميا، بالذات في الحاجات اللي هي اوضه الضيوف دي، اللي لو جالنا اي ضيف بيدخلها، فلازم ايدينا تكون فيها على طول علشان تبقى نظيفه كده ومنظمه، نخلي ريحتها حلوه كده. الروتين ده برضه بيمشي على كل البيت. يعني طبعا اوض النوم يوميا بتتعمل، ان بعد ما نقوم من النوم نسوي السراير، نظبط السجاده معوجه، نفتح الشبابيك، الستاير كده، كل ده بنظبطه. برضو الصالة برضو نمشي. انا اللي انا عملته هنا بعمله في الصالة وفي اوض النوم وكده، بس ممكن المكنسة ما استخدمهاش يوميا بالذات في اوض النوم، بس الصالة ده يوميا لازم، بالذات المكنسة لازم نظبطها كل يوم، ونمشي فيها المكنسه، لان ما ينفعش، لازم المكنسه تمشي فيها كل يوم. اللي انا فتحتها دي الستاره اللي كنا جايبينها في عيد ميلاد امير، يا ستاره من اللي بتاعت اعياد الميلاد. كنت عملتها وبعدين بدات تنسل كده مني، فرحت جايباها، قلت اما احطها في الفازه دي شويه كده اهي، بدل ما ارميها مره واحده، قلت اما احطها كده. فزي ما انتم شايفين، فزي نرجع تاني للروتين بتاعنا والنشاط. فانا بقول لكم ده ان انا الواحد بيحاول يستعيد نشاطه كده، خصوصا بعد الفتره اللي انا ما كنتش بصور فيها. فكنت بعمل كده بس ما كنتش بصور، هو التصوير بياخد وقت وبرضه بيبقى بدي حافز ونشاط. فيا ريت بقى تشجعونا، وما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناه، يا ريت يعني، او تعملوا لايك وتعملوا شير كمان. فنرجع تاني للفيديو، اقول له زي ما بقول لكم ان اللي احنا بنعمله ده بنعمله يوميا. ممكن اوض النوم، انا بتكلم على نفسي، ممكن اوض النوم ما مشيش فيها السجاده يوميا، ممكن يوم ويوم، ممكن افوت يومين وبعدين اشغل المكنسه.
لكن الصالة وأوضة الضيوف ده لازم 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 يوميا، كل ما تحتاج لازم امشي المكنسة علشان لو حتى من على الوش كده. ده غير الروتين العميق بقى، ان التنظيف العميق ده بنقلب كل حاجة، الكراسي دي كلها بتتقلب، السجاد بنشال، يا اما يتنفض يا اما يتغسل، الستاير كل حاجة. لكن الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي ما بتاخدش مننا كست بيت دقيقتين ثلاثة، يعني انك تمشي ايدك كده في كل حاجة وتروقي. اي حاجة تقابلك في الطريق يكون في ايدك كيس كده تلم الاوراق من على الارض، اكياس، اي حاجة ملهاش اي لازمة. الفترة اللي انا كنت قعدتها في ما كنتش بصور دي زي ما قلت لكم، انا كنت بعمل كل ده بس مش. فاحنا داخلين على الشتاء وكده كده الشتاء ده بيبقى ايام كسل بسبب البرد والحاجات دي، فانا بحاول ان انا انشط نفسي قبل الشتاء. ندخل بقى بعد ما عملنا البيت وكل حاجه، ندخل بقى على مطبخنا كده نشوف روتيننا في المطبخ هنعمل ايه. انا قلت ما اعمل كده حبه قرص في البيت، مخبوزات في البيت، بتبقى حلوه وبتدفي البيت وريحتها حلوه وبتوفر كمان اقتصاديه. يعني احنا عارفين دلوقتي اسعار المخبوزات بره بقت عامله ازاي، القرصه بقت قد كده وخفيفه جدا يعني ما تاكلش اي حد. فقلت ما اعمل كيلو دقيق كده، فانا هعمل معاكم كل الكيلو الدقيق ده. الكيلو الدقيق ده عمل معايا 30 قرصه حلوين قوي. وفوق ده كله انا بغذيها، يعني انا بحط لها بزودها قيمه غذائيه زي ما انا عايزه. انا ما كانش عندي لبن حليب فحطيت لبن بودر زي ما انتم شايفين، وحطيت خميره وبيكنج باودر وسكر. انا مزوده السكر شويه علشان انا عايزاها تبقى حاجه مسكره كده للشاي، تتاكل مع الشاي، مع الشاي بلبن، تبقى حلو. حاجه تصبيره بين الوجبات، فطار عشاء، حاجة في البيت بتغني، يعني بتوفر حاجات كتير. وفوق ده كله بتبقى حاجة عندك استبني، يعني حد محتاج حاجة في أي وقت، قرصة كوباية شاي على اللبن بتمشي. فزي ما قلت لكم حطيت خميره، بيكنج باودر، حبه زيت، حطيت لبن بودر، وهعجن بميه، وحطيت كمان معلقه سمنه بلدي كده تديها تطعيمه حلوه وريحه. لو عندك قشطه حطي برضو، القشطه بتبقى حلوه قوي قوي في المخبوزات. فانا ما وقفتش، انا ما عنديش لبن حليب، هعمل ايه؟ عندي لبن بودر، رحت ماشيه بيه، حطيت معلقتين وخلاص. وحطيت طبعا حبه خل، وهبدا بقى اعجن العجينه دي. هعجنها بميه لان زي ما قلت لكم مفيش مانع انك تعجنها بميه. اذا كان بره اصلا ما بيعجنوش بلبن، هما بيعجنوا بميه في المخبوزات اللي احنا بنشتريها غاليه وما بتبقاش حلو. فانا هعجن بقى العجينه دي كويس قوي وهديها حقها في العجن. اهم حاجه في المخبوزات عشان تطلع معاكي كويسه انك تديها حقها في العجن كويس قوي. فهلم العجينه بقى كلها وهعجنها. هي كيلو دقيق تعملي وانت واقفه في المطبخ، وده انت حتى ممكن تولعي على الرز يتسلق ويكون انت عامله تروحي عجنها في ثانيه، ما بتاخدش وقت يعني ولا اي حاجه، حتى في الفرد ما بتاخدش وقت برضه. بعد ما اخلصها بقى خلصها عجين، هروح حطها كده مغطياها، هحط عليها كيس ستريتش او اي حاجه وتسيب حطها في مكان دافي في المطبخ كده او حتى بره المطبخ، المهم تتحط في مكان دافي عشان تخمر بسرعه وتيجي معاكي. بعد ما خمرت اهي هبدا بقى ان انا اقطعها. هجيب صينيه وهروح فرد عليها حبه دقيق خفاف كده عشان العجينه ما تلزق، وهبدا اقطعها قطع صغيره. عايزه تكبري التقطيعه براحتك، يعني القرصه تبقى كبيره معاكي تبقى صغيره براحتك. انا عملت الكيلو الدقيق ده عمل معايا 30 قرصه ويمكن كمان 31 قرصه حلوين قوي قوي. انت اللي بتخدمها في البيت، انت اللي بتديها قيمه غذائيه، تزودي قيمتها الغذائيه يعني احسن من المخبز اللي بره. ممكن تحشيها، اعمل معاكم الايام اللي جايه برضو مخبوزات كده احشيها لكم، حشوات حلو وحادق اي حاجه. يعني حتى القرص دي تلم عندك كل الحاجات اللي عندك في التلاجة، تلمها معاكي. فهفردها بقى كده بالراحة، تخلي السمك بتاعها ما يكونش رقيق قوي عشان تبقى برضو يعني ايه متحملة كده في اما تدخل الفرن. هي كده كده اما تدخل الفرن هتزيد عشان هي فيها بيكنج باودر، فتكون متحملة معاكي. دلوقتي برضو هندخل على الغدا بتاعنا، ما ينفعش يوم يعدي من غير ما نقدم الغدا. احنا هنعمل النهاردة طبارة او بوري، يعني مشوي هشويه. فقلت اعمل معاكم التتبيلة دي. التتبيلة بتاعت السمك ايا كان نوع السمك
ما بتبقاش ثابته، يعني بالذات السمك المشوي ده في ناس مثلا تعمل جزر وتوم وفلفل وشبت وبقدونس، وفي ناس تعمل زي ما انا عامله النهارده، عامله توم وفلفل اخضر حراق وحلو وملح وكمون وليمون وخل. وفي ناس تانية يعني ساعات الطوبرة دي او البوري بعد ما بيشوي يترش عليه ملح وشطة حمراء وكمون وبس، وساعة التقديم بقى الغدا يقدموا معاه ليمون. في ناس بتعمل كده، فهي دي حاجة مش ثابتة. زي ما انتوا شفتوا كده انا بحب الهون ودقتها في الهون. ده بقى انا بدهن وش القرص وبرش عليها سكر. زي ما قلت لكم انا كنت مزوده السكر في العجن، والوقت هحط برده حبه سكر على الوش هيدوها يبقى يحلوها كده عشان هتتاكل مع الشاي. وهرش برده سمسم، عايزه تحطي حبه البركه حطي، ما عندكش سمسم ما تحطيش براحتك. ما انتش عايزه تحطي سكر ما تحطيش برده، هي كده كده العجينه مسكره، بس انا قلت ازود شويه السكر علشان تبقى يعني تبقى طعمها حلو حتى لو بتتاكل كده. دلوقتي بقى دخلنا اهون على الفرن، هنخبز المخبوزات. اهم حاجه الفرن يكون سخن عشان المخبوزات تطلع معاكي طريه، القرص تطلع طريه وحلوه. والفرن وسوينا السمك برضو، انا بدل هشوي سمك قلت اما اعمل كيلو دي ده علشان يعني بدل هشغل الفرن احطهم بالمره، هما طلعوا صاجين. دلوقتي برضو السمك طلع اهون، حطيت عليه التتبيله بتاعته، وهروح رش عليه حبه خل وهحط عليه كيس كده لحد ما نيجي اغرف ونتغدى. انا كده كانت سلقت الرز وعملت السلطه. كنا مقطعين مخلل بتاع ايوه مقطعه بصل ومخلل. فده كان الغدا بتاعنا بقى النهارده، غدا سريع قوي وحلو اهو. ده انا بحط خل اهون، ما انتش عايزه تحطي خل ما تحطيش، حطي ليمون برضو، ما هيش قاعده يعني لا لازم الليمون او لازم الخل، لا براحتك حتى المتوفر عندك قدمي بيه واعمليه اهو. ده الغدا بتاعنا بقى، رز ومخلل وسلطه. المخلل ده برضو انا عاملاه في البيت، ما شاء الله حلو قوي الليمون ده. انا كنت عاطيله سلقه خفيفه خالص، يعني خد غلوه واحده ورحت طافيه عليه وقعدت اغيره الميه يومين، وبعد كده رحت حاطاه في البرطمان بالملح. ده القرص بتاعتنا هي بعد ما طلعت. انا بحبها تاخد اللون الحلو ده، يعني ما بحبهاش تكون فاتحه قوي. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة. مع السلامة.